نشأت في قرية وتسمى ميت غزال، وحفظت القرآن في الكتاب عند سيدنا الشيخ عبد الرحمن أبو العينين رحمة الله عليه. نعم. وبعد ما تخرجت من الكتاب حفظت القراءات السبع على سيدنا الشيخ محمود أبو حشيش رحمة الله عليه، وجودته على سيدنا الشيخ إدريس فاخر رحمة الله عليه. وتخرجت من القرية ورحت على طنطا، وانتسبت في معهد طنطا اللي تابع للأزهر لتلقي العلم. ومن هناك المشايخ لما سمعوني، أساتذتي في المعهد لما سمعوني قالوا لي يا ابني روح اقرأ قرآن، انت صوتك جميل وحلو، وبكرة لا هتاخد كذا، وبكرة لا هتكون كويس، ويا ابني هو القرآن هو العلم، وتروح يعني تقرأ القرآن احسن. ومن هنا انا نشأت في طنطا، وبعد ما تخرجت من القرية حفظا وتجويدا وقراءة ورحت طنطا. كل الاساتذة اللي حفظوني القرآن وجودوني والقراءات السبع دي في قرية ميت غزال دي. انا في طنطا وقاعد بصيت لقيت جايني جواب من رابطة القراء، وكان شيخ رابطة القراء عم الشيخ فتاح الشيخ رحمة الله عليه باني وقال لي الجواب ما معناه، احنا قررنا احتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 12 ربيع سنة 44 تمام بالتحديد، عايزينك تقرأ نص ساعة في الاول من الساعة كذا الى الساعة كذا. فرديت عليهم فورا وقلت لهم موافق. وبعدين من هنا انا كنت معروف في طنطا فقط وضواحيها، ومن هنا عرفوني الناس جميعا، لان يعني دي هي كانت السبب في اني انا رحت سهرت عندي في السرايا الملكية، وكانت السبب في شهرتي في العالم كله هي الليلة دي. وكانت يعني كانت اذاعة جميلة، ليتها انها تكون مسجلة في الاذاعة. وبنبحث احنا دلوقتي في الاذاعة بنشوف التراث ده هو، وبنشوف الحاجات ده هي علشان تبقى ذكرى ليا وللاجيال اللي جايه برضو. يعني الناس عايزه يقول لك مصطفى اسماعيل ده فين، هو كان ازاي ومش كان ازاي. او مثلا اي واحد شيخ يعني برضو التراث لازم يكون موجود. من وحي القرآن ان ربنا من عليكم بمحطة القرآن الكريم دي، لان هي دي اللي هي اعظم اذاعة في العالم الاسلامي كله. حتى ان السعودية دلوقتي عملت محطة اذاعة للقرآن الكريم، وافتكر برضو البلاد الاسلامية كلها على اعتماد محطة اذاعة للقرآن الكريم، لان ده واجب اسلامي. وانا مبسوط جدا لكونكم بتذيعوا التراث القديم لكل قارئ. يعني لو بايدي مال وتحت من ايدي مال لا ابخل على محطة الاذاعة دي بملايين الجنيهات، حتى اني اقويها واخليها تبقى في انحاء العالم كله. هنلاقي امريكا، من امريكا الى افريقيا الى الجنوب الى الشمال الى ما خلي فيها ولا. يعني لازم تكون هي دي محطة القرآن الكريم، هي اول اذاعة في العالم تكون لها احترامها، لان دي بتذيع قرآن كريم وتفسير القرآن الكريم وتجويد. والله انا دايما باستمرار اقرأ يعني اخر سورة آل عمران، لان فيها ايات جميلة جدا.
إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. أتمنى لكم دائما استمرار حسن العمل والتوفيق لكم بالنجاح في محطة القرآن الكريم.